السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الشعر ده خامس مرة معايا على مدار سنتين. الشعر ده يا بنات زي ما انتم شايفين كده الجذور طالعة. هي كانت عاملة من حوالي 3 4 شهور او 5 شهور بالكتير. فهي طبعا عروسة فعايزة تجدد الجذور. يعني هي كانت بتعمل وهي بنت مش بتعمل وهي عروسة. وفي بنات كتير جدا طلبت مني ان هم عايزين يشوفوا فيديو كامل لتطبيق الجذور. جذور البروتين اللي هي معمول قبل كده بروتين وعايزين يجددوا يا مدام نوسة. فلو سمحت اعمل لنا فيديو. فانا استغليت فرصة ان الشعر ده فيه جذور والجذور مش كبيرة قوي عشان برضو البنات اللي ممكن يحصل معاهم مشكلة الجذور دي بعد فترة قليلة من الفرد. ففي الوقت ده انا مبقاش عارفة اقول لهم ايه او اشرح لهم ازاي. فالفيديو ده علشان البنات المتخصصات المبتدئات اللي لو عندهم مشكلة في بداية شغلهم مع الجذور يعرفوا يتعاملوا ازاي مع الجذور الصغيرة زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا بنات انا حبيت بس اوريكم الشعر عامل ازاي في الاول كده. بصوا الجذور طالعه 2 سنتي، التانية دي مكان الدبوس اللي كانت لابساه، يعني كانت حاطه دبوس في شعرها. لكن الجذور اللي طالعه الجذور اللي فوق دي بس. هنبتدي الفيديو مع بعض بقى ونشوف عملنا ايه خطوه بخطوه. نبتدي بالماده طبعا ونشوف الخلطه بتاعتنا. حطيت بروتين لان الشعر ده من الشعريه السميكه، تمام، اللي هي بتبقى الافريقيه السميكه، عشان نبقى عارفين احنا بنشتغل في ايه. حتى كبسها بيبقى زيادة، الشعر بيختلف عن بعضه يا بنات. حطيت بروتين، حطيت لو مثلا فرضنا ان انت هتحطي 100 جرام بروتين هتحطي عليهم 10 جرام ترميم. وانا حطيت في ده بروتين 10 جرام ترميم. انا حطيت الكمية كلها على بعضها. طبعا انا بشتغلش بالجرامات بس انا بقولك انت كمتخصصة. انا حطيت 30 جرام بوتكس اللي هو فرد نسبة 70%، وحطيت 10 جرام ترميم، وحطيت 3 سنتي من امبولات الكافيار. هي امبولات زيتية فانا ما بكترش منها عشان ما تفصلش معايا المادة. وحطيت بروتين عادي جدا. تمام. هشتغل على الجذور ازاي؟ زي ما انتم شايفين يا بنات انا بحط المادة على الجزء المكسر وبنزل بيها شوية تحت علشان لما اجي اكوي منزلش بالمكوى على الشعر اللي هو اصلا معمول وما يكونش عليه مادة. فانت لما تيجي توزعي المادة تحطي على الجذور وتنزلي تحت شويه. يعني انت مثلا لو الجذور انت بتشتغلي فرضنا ان انت بتشتغلي مثلا على 2 سنتي، لا انا احط على 5 6 سنتي. مش هتهدري ماده لان انت كده كده بتحطي على الجذور وبتسحبي بايديك لتحت. فانت كده مش هتهدري ماده خالص. هو الفكره ان انت عشان لما تيجي اثناء الكبس تاخدي الشعرايه. طبعا انت هتركزي على الاماكن اللي هي مكسره قدامك دي. انا مقربه لكم الفيديو قوي عشان تشوفوا. هو حوالي 2 سنتي مكسرين. المكوة غصب عنك هتنزل على اللي تحت اللي هو ايه، اللي هو اصلا مفرود من قبل كده. ولو معلهوش ماده في الوقت ده مدام نوسه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان العميله هتكلمك بعد يومين 3 بعد اسبوع بعد 10. انا شعري من تحت هايش، اللي انت عاملاه ومجدداه كويس بس القديم بدأ يهش ويتقطم معايا. ليه؟ اتعرض لحراره عاليه بدون ماده. لكن لو انت حاطه ماده فبالتالي عادي، هي الماده ما فيش مشكله. حتى لو خدت لو الشعر اتعمل كل يوم ما فيش مشكله طالما انت مشبعاه ماده. لكن اتعرض لحراره مكوى عاليه وهو مش عليه ماده، دي دمار شامل. فناخد بالنا قوي قوي في التوزيع. زي ما انا بعمل كده بالظبط يا بنات. ده للجذور فقط. تمام. الفروه زي ما انتم شايفين انا بعيد عنها تماما. الماده ما تحطهاش على الفروه دايركت. تمام. الفروه هنا نضيفه ليه؟ انا امبارح العميله جات لي، هي المفروض اصلا ما كانش يتعمل الشعر ده. انا عملته ليه المره دي؟ عشان هي عروسه، هي بتعمل عندي اصلا من وهي بنت، يعني قبل ما تتجوز. هي هتتجوز ان شاء الله ربنا يفرحها يا رب. فهي كانت متعامله معايا بقالها سنتين. دي خامس مره عندي. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشعر طالع تحفه، اتحسن بنسبه كبيره جدا جدا جدا. بعدنا عن الجذور. لازم نبعد عن الجذور حتى لو بتشتغلي بمادة فيها الأحماض دي مضرة على الشعر. ابعدي عن الجذور تماما. ابعدي نص سنتي وانت كده كده في التسريح هتوصلي ايه للجذور دي. بنبعد عن الجذور ليه؟ الجذور المادة لو نزلت على الفروة ممكن لا قدر الله تسبب قشرة. ممكن الجلد نفسه فروة الراس ما يستحملش المادة دي. احنا كبني ادمين بنختلف عن بعضينا. يعني ده ممكن انت ممكن تعملي لعميله شعر من ماده عندك ما تعملش ما تشتكيكيش من اي حاجه ولا تقول لك اي حاجه حصلت في الشعر. بالعكس الشعر اتحسن وبقى كويس وكل حاجه. تيجي عميله تانية تقول لك لا انا حصل لي قشره وعندي تساقط. ما هو التساقط من القشره كفيله توقع الشعر كله.
هنا كنت خلصت توزيع المادة يا بنات. انا وزعت على النص اللي فوق بس، يعني يعتبر الربع اللي فوق كمان مش النص كله. المادة هنا هتفضل ساعة، الشعر مفروض كده مفيش اي حاجة. وهنيجي بقى ايه بعد الساعة دي؟ هناخد الشعر نشطفه. طبعا انتوا عارفين الشطف ازاي، هنشطف الشعر اهو. الشطف بتنزلي يعني في العادي في شعر بنشطفه نص شطفة، في شعر بنشطفه 3/4 شطفة، في شعر بنشطفه ربع شطفة. انا ده شطفته نص شطفة لان الشعرية دي صعبة في الكبس وشعراية سميكة. تمام. الشعرية دي غسلتها بايه قبل الفرد يا مدام نوسة؟ اجهز الشعر بايه؟ الشعر اللي هو انا بجدد جذور، اجهز الشعر بايه؟ اجهزه بالكلارافاين اللي انا اصلا بغسل بيه الشعر العادي البيور اللي جايلي؟ لا، اركني الكلارفاينج خالص مع عدد الجذور، استخدمي شامبو العناية بس، ما تستخدميش الكلارفاين. نيجي بقى للكبس يا حلوين. الخصلة في ايدك اهي زي ما انت شايفاني كده، بتتكبس درجة الحرارة على 450 فahrenheit. تسحبي الخصلة مظبوطة وتكبسي الشعراية لحد ما لونها يتغير. ما تزوديش كبس ولا تقللي كبس. لاحظي، بصي في الفيديو واضح عندك اللي انا كبساه الشعرايه فيه فاتحه عن باقي الشعر. اشتغلت على الشعرايه اللي انت حطيتي عليه ماده بس. شفت بقى المكوه بتسرح مني ازاي؟ لاحظي كده، المكوه بتسحب مني، ممكن تعدي على الشعرايه. لو عدينا بقى المكوه بقى بدرجه الحراره العاليه النار دي على الشعرايه اصلا اللي هي معلهاش ماده، هتروح واخده الشعرايه وقطمه قطمه. تيجي العامله تروح: مدام انا شعري بيقع، انا شعري بيتقطم، انا شعري هايش، انا شعري مش مظبوط. عشان كده قلتلك في التوزيع وزعي اكتر ما انت هتكبسي. الجزء اللي فوق ده بقى يا بنات، اخر خصله دي، بصي باخده ازاي على فوق كده، على فوق على فوق. انا عايزاك تبعدي عن الفروه تماما وانت بتكبسي، عشان الفروه ما تلتهبش مع العميله، ما تسببلهاش جروح، ما تسببلهاش حروق. الحروق دي بتروح واخده كده عامله طبقه كده من القشره، وبتروح واخده الشعرايه كلها. يعني مثلا لو فرضنا مثلا ان هي عامله دايره كده في الشعرايه قشره، بتروح واخده كل الشعر اللي فوقيها وتروح واخداهم النازله. فانت حاولي تبعدي، وانت يعني ما تقفيش على الشعرايه بالمكوه. اول ما اللون معاكي يتغير خلاص سيبي الشعرايه. زي ما انت شايفاني كده، انا هاخد الشعر كله على ورا. بصي بقى الحته اللي قدام دي عشان في بنات برضه طلبتها مني اهي يا بنات. بعد ما باخد الشعر كله على اي جنب انا عايزاه، بروح ايه واخده الشعر كله لورا كده، عشان دي عدله الشعر. لو واحده بقى عايزه تنزل في الجنب بتاع كده ده هي حره يعني بعد كده. لكن انا باخد الشعر كله على ورا اهو، شغاله فيه على ورا زي ما انتوا شايفين كده اهو. بتاكدي انت بقى المعلومه على الشويه اللي قدام، عشان البنات اللي بيطلع معاها دايما ضفات في الحته دي اهو. الشعر كله بقى، الارضيه كلها، الجذور اللي اتعدت كلها بقت لون واحد يا بنات. خلصنا كبس، بنسيب العامله ترتاح ربع ساعه نص ساعه على الشعر يبرد ياخد هدنه، ونروح بينا على الغسيل. يلا الغسيل، بننزل الماده كلها بالميه زي ما انت شايفاني كده، كله من الماده كلها اللي احنا كبسنا عليها. وبعدين نحط شامبو زيرو صوديوم وزيرو سلفات على كل الشعر، على الجذور وعلى اللي ورا، عشان اللي ورا ده وقع عليه ماده في الشطف. فتيجي انت بقى تغسلي، فما تهتميش بالشوية اللي ورا، فيطلع معاكي ملبد بعد ايه؟ بعد التنشيف. تمام. هناخد العميلة نروح ننشف. ادي الشعرة يا بنات وهي مبلولة، اللمعة اهي، لمعة الشامبو بس، ما حطيتش سيرم، ما حطيتش لا ما حطيتش اسفة حمام كريم، ما حطيتش بلسم، ما حطيتش اي حاجة. انا يا دوب غسلت الشعر ده بشامبو العناية فقط لا غير. ادي الجذور وادي الشعر وادي الفروة نضيفة ازاي. هتنشفي هنا باستشوار هوا بارد. يا مدام نوسة انت بتنشفي بعد المادة بايه؟ اثناء الشطف بعد الشطف بايه؟ بهوا سخن. طب يا مدام نوسة بتنشفي في النهائي بايه؟ بهوا بارد لحد ما ينشف 90%. واشغل السخن حوالي دقيقتين، اللي هو افرفر بيه الشعرايه، وبعدين اشغل البارد تاني. لان انت لما بتنشفي بسخن بعد الكبس الشعرايه معاكي بتقصف، وانت بتبقيش عارفه، ما بتبقيش عارفه ان الشعرايه دي بتقصف ليه، لان الشعرايه اتعرضت لحراره بما فيه الكفايه. فما ترجعيش انت بقى تحطي لها ميه وبعدين ترجعي تاني تحطي لها حراره. حاولي تمشي تكنيك شغلك صح عشان ما تطلعيش غلطات، عشان احنا مش قد كل يوم والتاني قعدات او شكوات من العملاء. في النهايه عايز تطلع من عندك العميله مبسوطه. تمام. ادي نتيجه الشعر يا بنات اهو.
الشعر كله اهو ما شاء الله تبارك الرحمن، صحي جدا، ما فيهوش اي مشاكل. هو اصلا ما كانش محتاج حاجه، بس بالعكس زاده جمال وحلاوه. ولما تجدد كمان الشعريه ما تقطمش، ما تبقاش يعني ما تاخدش نص الشعريه اللي هو مفروض ده غير الجذور وتقع، لا هي على طول مواظبه، فبالتالي شعرها على طول حلو، شعرها على طول بيلمع. انا ما بحطش فلاتر، ما بصورش في فلاتر خالص يا بنات. هنا حتى طفيت الرينج لايت لو تلاحظوا، ده نور المحل اهو زي ما انتم شايفين. الشعر انسيابي جدا طري. اللي عايز يسأل اي سؤال يا بنات مستنيه اسئلتكم في الكومنتات، وهسيب لكم برضو لينك المنتجات في الديسكريبشن بوكس، ورقم تليفوني اللي حابب يتواصل معايا واتس. آه يا رب كلكم ربنا يرزقكم، وانا عارفه ان اكتر البنات اللي بتسمعني مبتدئات. بحبكم جدا 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 في الله، ربنا يوسع عليكم يا رب وتحققوا كل اللي انتوا عايزينه. مستنيه دعمكم، وانا برتاح جدا جدا من الكومنتات الكويسه، وبحب اشوف كلامكم المشجع ليا ده دايما يا بنات. سلام.